إيه بقى حكاية السيدة التركية اللي موجودة معانا النهاردة، وإيه كمية النشاط والبهجة والحماس ده كله؟ تعالوا نشوف فيديو النهاردة. هلو مساء الجمال ومساء السعادة، يا رب النهاردة تكونوا في أحسن حال، ودايما حياتكم خير وفرح وكل حاجة حلوة تسعد قلوبكم. النهاردة معانا سيدة تركية قوية جدا جدا وكلها حماس، متأكدة فيديو النهاردة هيعجبكم، وزي ما بتطلبوا دايما الروتين التركي. بس قبل ما أبدأ الفيديو حابة أشكر جدا حسنة وسحر، شكرا جدا لكلامكم الحلو. وآدي يا سحر يعني سيدة تركية زي ما انتي طالبة دايما، وكمان حاضر هجيب لكم سيدات روسية، وكل اللي انتوا تطلبوه احاول اوفره لكم ان شاء الله. تعالوا نشوف بقى السيدة التركية اللي موجودة معانا النهاردة، بتحب جدا النظافة، حتى مش هي بس، لا كمان عايزة زوجها يساعدها، عايزة ابنها يساعدها، وإلا بقى بطريقة كوميدية كده هتوريهم الويل كله. تعالوا نشوف ايه هو بيتها، وايه كمان الروتين الخاص بيها، وكل ترتيباتها وتنظيماتها، وبعض كده الأفكار اللي هي بتعملها عندها في البيت. قبل ما نبدأ الفيديو بقى ما تنسوش لايكاتكم الحلوة على الفيديو، وأحلى تشجيع دايما بتدوهولي، وكمان آرائكم في الكومنتس كالعادة، أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو النهاردة. ويشرفني جدا جدا لو أول مرة تشوفيني من خلال الفيديو واشتركتي معايا في القناة، تقوليلي كده في الكومنتس تعرفيني بيكي عشان أرحب بيكي في الفيديو الجاي. بدأت معاكم هنا بروتين كده لكل الحاجات دي هنشوفها بالتفصيل خلال الفيديو. بس تعالوا نبدأ معاها من شوية الترتيبات الخاصة بالمطبخ بتاعها، المطبخ التركي خلاص بقى اللي اتعودنا عليه، الستايل بتاعه والديكورات بتاعته. وشوفوا هنا ترتيباتها للأدراج الحلوة. أنا حبيت إن الموضوع يعني يكون سريع شوية، بحيث إن احنا ناخد جولة سريعة في كل أفكارها الحلوة، ميبقاش الفيديو بطيء، ونشوف أفكار دايما متكررة في كل الفيديوهات، فحبيت إن أنا أسرعها شوية عشان نشوف كل المحتوى الخاص بيها. كمان هنا برضو بتورينا المكنسة الجديدة بتاعتها، ودايما كده انتوا بتسألوا عن نوع الفاكيوم اللي بتبقى موجودة في الفيديوهات بتاعت السيدات المختلفة. وده نوع من انواع المكانس اللي تقدروا كمان تشتروها، اللي هو دايسون، واسمه في 15 او في 15. تقدروا كمان تسألوا عليه، تشوفوا الاسعار بتاعته، الاوبشنز اللي موجودة فيه. وزي ما انتوا شايفين هي بتستخدمه في حاجات كتيرة جدا، في الارضيات او في المفروشات بتاعتها، الكنب والكراسي. حلو أوي إن في إضاءة تقدري إن أنتِ تشوفي الأماكن كويس، الأماكن الضيقة. وطبعًا يعني طبعًا هو بالشحن فما فيهوش أي سلوك، فتقدري تتحكمي فيه وتتحركي فيه بكل سهولة. والأهم من ده كله إن هو شُفتوا الشاشة الdigital اللي موجودة فيه، فيه أكتر من لغة، فتقدري كمان تعرفي كل الحاجات اللي موجودة فيه بكل سهولة حسب اللغة اللي أنتِ تحبيها. كمان هنا برضو ده بعض الروتين التنظيف. شوفوا كمان بتستخدم نفس المكنسة بالفرشة الصغيرة في الحاجات بتاعة الميك اب بتاعتها، والحاجات الصغيرة اللي موجودة، المنظمات والأدراج، فمسهلة عليها كتير جدا. وهنا برضو يعني جولة سريعة جدا في كل الحاجات، طريقة ترتيبها للملابس، لأدوات الميك اب بتاعتها، حاجات كمان الاكسسوارز بتاعتها، وكانت مرتباها بطريقة حلوة قوي. هنا كمان برضو المفروشات وطريقة تنظيمها ليها، كل ده موجود في حاجة شبه الدريسنج روم كده، يعني ما هياش غرفة لبس كبيرة، موجود في جزء عندها في غرفة النوم عاملة زي دولاب كده، فحاطة فيه كل الحاجات الخاصة بيها. هنا كمان برضو تعالوا شوفوا روتين تنظيفها في الحمام، وعندها هنا الستاند الستانلس ده، فبدأت ان هي تلمعه وتلمع كمان الحامل اللي موجود عليه، اللي بتبتدي تحط فيه كل المنظمات بتاعتها زي الاستشوار وكمان الفرش والحاجات دي كلها. وكمان هنا بدأت روتين تنظيف للحوض والمرايات. المرايات دي بجد من أصعب حاجة، خصوصا المرايات اللي بتبقى على الحوض، من نقط المية البسيطة على طول بتلاقوا عليها بقع بيضة كده. فيعني حاولوا إن أنتم باستمرار من الروتين اليومي كده يعني، أو كل ما بتيجوا تدخلوا تغسلوا إيديكم أو حاجة، امسحوا المراية معاكم، لإنها من الحاجات بجد اللي بتزعجني أوي، شكل المراية وهي مش نضيفة كده، ما أعرفش بتضايقني. فقالوا لي برضه أنتم كمان إيه إحساسكم لما تشوفوا المراية مش نضيفة؟ فأكتر حاجات بجد بتبقى مزعجة المراية بتاعة الحوض. قولوا لي أنتم كمان إيه رأيكم؟ تعالوا شوفوا هنا كمان منظماتها الحلوة، زي ما شفنا كده التنظيمات اللي كانت عملتها في الدولاب بتاعها بصورة سريعة. هنا كمان بقية الجزء، المنظمات اللي هي بتستخدمها اللي هي القماش دي، حاطة فيها بقى كل الحاجات الصغيرة، الشرابات، الحاجات الداخلية الصغيرة. كمان شفتوا ان هي بتكوي الملابس قبل ما بتحطها، دي بتسهل كتير جدا في المشاوير السريعة، بتبقى عايزة حاجة بسرعة فتبقى هدومك جاهزة. وكمان هنا بدأت الجزء بتاعها اللي هو بتاع الشنط بتاعتها والملابس بتاعتها بدأت تنظمها. فهنا كمان ده بقية الروتين بتاعها للتنظيفات المختلفة.
وزي ما قُلت لكم هي في حاجة شبه الdressing room كده، بس ما هياش كبيرة، يعني تبع الغرفة مش غرفة لوحدها. فهنا كمان بدأت تنضّف الدواليب من برّه، المرايات، وكمان الأرضيات، يبقى كل حاجة عندها تمام. كمان هنا برضه دي غرفة ابنها، وبدأت إن هي تعمل بقى إيه، ترتيب سريع لكل الألعاب وكل الحاجات الصغيرة بتاعة الأطفال اللي دايمًا بتبقى موجودة في كل مكان. فبدأت كمان هنا إن هي تنظّمها، لمِّت كل الألعاب مع بعض. وكمان من الحاجات الحلوة إن هي بدأت كمان تغيّر النظام بتاع الغرفة، يعني حرّكت مكان السرير، نضّفت فيه كويس، وكمان بدأت تجيب المكان اللي كان موجود في الجهة التانية، اللي هو الدرج اللي فيه الألعاب ده أو المكتب ده، بدأت إن هي تحطه مكان السرير، وتبقى خلفية السرير هي القطعة الأورنج أو الحيطة الأورنج اللي هي كانت عاملاها في الجنب التاني. وهنا بدأت كمان تنظّم له العربية في المنظم ده. حلو برضه لو أنتِ عندِك أولاد صبيان أو ولاد يعني، تقدري إن أنتِ كمان تعملي منظم خشبي زي ده كده على شكل عربية، وطبعًا يعني بيبقى عندهم عربيات كتير أوي، فيبقى شكله ديكور وفي نفس الوقت يبقى هُم غاويين الحاجات دي، فتحطيها في شكل منظم حلو. فده كان منظر الغرفة بعد ما خلّصتها، قد إيه بسيطة أوي السيدة، ويعني ممكن من أقل حاجة إن هي تغيّر من الحاجات اللي موجودة عندها، طريقة ترتيبها أو طريقة تنظيم الأوضة، بتدّيها شكل جديد كل مرّة كده، فدي من الحاجات برضه الحلوة الخاصة بيها. ده هنا في روتين تنضيفها في الغرفة بتاعتها، وده هنا السرير بتاع البيبي الصغير، شايفين إن هو من الجنب بتاعه بيبقى مفتوح، علشان تقدر كمان إن هي تحطه جنب السرير بتاعها، فيبقوا الاتنين جنب بعض على طول كده. فبدأت كمان إن هي تنضفه له، وكمان تنضف الغرفة بتاعتها بروتين سريع جدًا، جدًا. تعالوا هنا كمان برضو نشوف من الروتينات الخاصة بيها روتين تنظيفها للتلاجة. ودايما كده بنشوف المنظمات الحلوة، وبدأت هنا كل الخضار والفاكهة بتاعها ان هي تحطه في شوية مية وشوية من الكربوناتو او كمان البيكنج صودا، ولحد ما هما بقى يتنقعوا كده والدنيا تبقى تمام، تبقى هي غسلت التلاجة بتاعتها والمنظمات المختلفة بتاعتها، وبدأت ترص كل حاجة. عاجبني أوي لو خدتوا بالكم في الباب اللي هي المنظمات اللي هي الأكياس دي على شكل برطمانات كده، لكن دي عبوات أكياس، فشكلها حلو أوي، عاطية شكل حلو، وفي نفس الوقت إيه، منظمة الدنيا عندها. كمان هنا برضو كان عندها الفرش بتاعة الاستشوار والحاجات بتاعة الشعر دي كلها موجودة، حطاها في بوكس. هي منظماها بشكل حلو، بس لما لقيت منظم شكله أحلى وهيبقى منظم عندها الدنيا أكتر، فبدأت إن هي تشتريه وتحط كمان الحاجات بتاعتها بالشكل ده. فمش ضروري إن احنا بقى خلاص نظمنا الدنيا والدنيا تمام، لو لقينا حاجة يعني كمان يعني ممكن ان احنا نجيبها بحيث ننظم الدنيا أكتر. فدي برضو كانت لمساتها البسيطة اللي هي بتعملها. تعالوا هنا كمان برضه ده بقية الروتين التنضيف بتاعها، وكانت بتقول إن من أقل حاجة تقدر إن هي تاخد المشّايات وتحطها في الغسالة، وبدأت كمان تجيب مشّايات جديدة. أنا بصراحة عاجبني اللون الأبيض أحلى من اللون التاني اللي كانت حاطاه، لايق أكتر كمان مع ديكور الألوان بتاعة الحمام بتاعتها. فده كمان كان روتين سريع للتنضيفات. تعالوا هنا كمان برضه زي ما شُفنا في أول الفيديو هي قد إيه نشيطة، وكل مكان لازم إن هي تنضّفه كويس أوي. فشوفوا حتى هنا الباب، مش مجرد بس إن هي بتمسح الباب مثلًا من برّه، مكان الإيد لمّا بتمسكه ساعات بتلاقوا فيه بُقع من الأطفال وكده، لكن شوفوا هنا بدأت إن هي تنضّف حتى الأماكن الضيّقة، الباب من فوق ومن تحت ومن الجوانب، من كل مكان. يعني ما شاء الله عندها نشاط وحماس كده لكل حاجة موجودة، وأبسط الحاجات اللي موجودة عندها ومش نضيفة يعني بتوترها، فلازم تنضفها بشكل سريع. ده هنا زي ما شفنا روتين التنظيف بتاع غرفة النوم، وعجبني جدا ستايل السرير بتاعها الستانلس مع كمان القماش القطيفة، عاطي شكل حلو جدا وقيم للسرير. وبدأت ان هي ترتب السرير بتاعها بالشكل ده. فده هنا شوية روتينات وتنظيفات للبيت عموما. كمان عايزة أقول لكم إن السيدة زي ما إحنا شُفنا كده خلال الفيديو قد إيه البيت بتاعها بسيط أوي، من البيوت البسيطة اللي أنتم دايمًا بتطلبوها، وبيوت الأتراك الحلوة جدًا، جدًا. لكن كمان السيدة ربنا كده يا رب يعني يرزقكم كل حاجة أنتم بتتمنوها، كانت بتتمنى بيت أكبر وأوسع، وكمان ليها في دماغها style معين كده كانت حابة إن هي تعمله. فبدأت إن هي تنقل حياتها لبيت جديد، بعض التجهيزات والتحضيرات لبيتها الجديد كمان. وهنشوف بقى خلال الفيديوهات الجاية روتيناتها الجديدة، بس آخر مقطعين من الفيديو كده هنشوفهم مع بعض، لحاجات سريعة ومقتطفات كده لروتين أول روتين ليها في البيت.
ده هنا بدأت تنقل بقى الحاجات بتاعتها، كل الحاجات اللي كانت موجودة عندها بدأت إن هي تلمّها، تغلّفها كويس طبعًا بالstretch عشان تحافظ عليها ما تتكسرش وما تتبهدلش، وبدأت إن هي تروح بيتها الجديد الجميل اللي لسه هنشوف بقى كل الروتينات الخاصة بيها فيه. ده هنا أول روتين ليها في البيت الجديد وتنضيفها للحمام، حمام مختلف عن اللي إحنا شُفناه لو كنتم ركّزتوا كده في الفيديو اللي قُلت لكم المشّيات بتاعته، ده هنا الحمام الجديد الخاص بالبيت، وكمان يعني شوية من الروتين السريع أوي، يعني لسه ما دخلناش في التفاصيل أوي، هنشوفها في الفيديوهات الجاية، فما تنسوش بقى تفعلوا الجرس كده على الكل عشان تتابعوا كل جديد إن شاء الله، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي من السبسكرايب اللي تحت الفيديو عشان نتابع كل يوم سيدة جديدة وسيدة مختلفة بأفكارهم الحلوة جدًا اللي بتدينا الحماس والأفكار إحنا كمان لبيتنا. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايكات وسلام.